المغرب واحدة من أبرز الوجهات السياحية في إفريقيا وشمال إفريقيا لعام 2025، وتعتبر من أكثر الدول جذبا للسياح في المنطقة. استقبل المغرب حوالي 15.9 مليون سائح حتى نهاية عام 2024، مما يجعله الوجهة السياحية الأولى في شمال إفريقيا. أهم ما يميز السياحة في المغرب: 1. التنوع الثقافي والتاريخي. المغرب غني بثقافته المتنوعة وتاريخه العريق الذي يعكس مزيجا بين التراث العربي، الأمازيغي والأندلسي. المدن التاريخية مثل مراكش تعرف بالمدينة الحمراء، وتضم معالم شهيرة كجامع الفنا وحديقة ماجوريل. فاس تشتهر بأقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين، وأزقتها التقليدية. الرباط عاصمة حديثة تحتفظ بجانبها التاريخي المتمثل في قصبة الوداية وبرج حسن. 2. المناظر الطبيعية المتنوعة. المغرب يقدم مزيجا فريدا من الجبال، جبال الأطلس، الصحاري، صحراء مرزوقة، والشواطئ الممتدة على البحر الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. هذا التنوع يتيح للزوار الاستمتاع بأنشطة متنوعة مثل التزلج على الجبال أو رحلات السفاري في الصحراء. 3. الضيافة والطعام المغربي. يتميز المغرب بحفاوة الاستقبال ومأكولاته الشهيرة مثل الطاجين، الكسكس، والشاي بالنعناع. الأسواق التقليدية، السوق الشعبي، تعد وجهة مميزة لتجربة المطبخ المغربي وشراء الحرف اليدوية. 4. الفعاليات والمهرجانات. يحتضن المغرب العديد من المهرجانات العالمية، مثل مهرجان مراكش السينمائي الدولي، مهرجان كناوة في الصوير، مهرجان الموسيقى الروحية في فاس. البنية التحتية السياحية. المغرب يتمتع ببنية تحتية قوية تشمل مطارات حديثة، فنادق ومنتجعات فاخرة، وشبكة نقل متطورة، بما في ذلك القطار فائق السرعة البراق الذي يربط بين المدن الكبرى. لماذا المغرب وجهة مميزة؟ قربه من أوروبا وسهولة الوصول إليه، أمانه واستقراره السياسي مقارنة بعدد من الدول في المنطقة، مزيج فريد بين التاريخ، الثقافة والطبيعة. المغرب يستحق أن يكون على قائمة الوجهات التي يجب زيارتها لعام 2025. ختام القصة. أخي، أختي، إن كنت من عشاق القصص الواقعية والهادفة، علق بكلمات تم ليصلك كل جديد ومفيد. تحياتي لكم، قناة قصص وحكايات.